السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الإمام؟ الحمد لله، تفضل. الله يديك الصحة والعافية. معلش استفسار، حتى لو حد بيجيب لوالدته مدخولات ذهبية في شكل هدايا يعني، وهي بتوصي إنه ربنا يديها الصحة بعد عمر طويل، إنه الحاجات دي يعني لا توزع ضمن التركة وترجع للي جاب لها الهدايا، هل هذا جائز؟ ليس بجائز لأنه من الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث، لا وصية تمام. لوارث. بارك الله فيك. طيب، الله يرضى عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا، أخبارك؟ الحمد لله، تفضل. سمعت شيخنا، هو لو أنا أصلي صلاة لو أنت ماذا؟ عفوا. بمفردي يعني، لو أنت ماذا؟ عفوا، هل ماذا؟ يجب علي لو انا بصلي صلاه لو انا بصلي صلاه جهريه صلاة جهرية منفردا. نعم. منفردا؟ بعدين. هل يجب علي ان انا اعلي صوتي ولا لا لا لا. إذا لازم اعلي تصلي، صوتي ولا ممكن إذا أنت أعمل؟ تصلي المغرب أو العشاء أو الفجر منفردا فرفعت الصوت أو خفضته لا تثريب عليك. بارك الله فيك. حكم طلب هدية قبل تقديم خدمة لشخص وأخذها بعد تقديم الخدمة، لا بد أن ينظر في هذا الموضوع يا سفيان. هل القول أن الزوج لو كانت عنده زوجة واحدة لا يلزمه عفوا لا يلزمه أن يبيت معها إلا ليلة واحدة كل 4 ليال، أم واجب عليه المبيت معها كل ليلة إلا إذا رضيت الزوجة؟ كل هذا ليس بواجب، والأمور على المصالح العامة والمفسدة وعدم الإضرار بواحد منهما. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. يا شيخ مصطفى، اتفضل. يا شيخ مصطفى، في شخص توفى وكان جايب ذهب، وقال الذهب هو عنده ولد وبنت، قال ما حدش يرث الذهب غير الولد والبنت، وباقي التركه بتاعته توزع بالشرع تمام، ما فيش مشكله، بس قال الولد ياخد نص الذهب والبنت تاخد نص الذهب. عفوا عفوا عفوا. هل كان الذهب لهما هدية أو كان يملكه هو ووصى به بعد الوفاة؟ يملكه وهو لا، قبل ما يتوفى هو ما كانش معرفهم ان جايب ذهب اصلا، فقال لمراته لما توفى تعرفهم ان الذهب ده كان موجود، والبنت تاخد النص والولد ياخد النص. هذه الوصية باطلة إلا إذا أجازها سائر الورثة. لماذا باطلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لا وصية لمن؟ لوارث. فما دام لم يسلمهما الهدية في حياته وقل هذه هدية، ترجع إلى سائر الميراث، ولا يأخذان شيئا إلا برضا سائر الورثة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ حالي طيب والحمد لله. أنا والحمد لله ربنا رزقني بدراسة الطب. أنا حاليا دخلت أولى طب بشري، بس محير ما بين أمرين، بين إن أنا أكدس وقتي كله في دراسة الطب على أساس إن أنا أطلع بعد كده أبقى متمكن من المهنة، أو إن أنا أوظف ما بين هنا وما بين العلوم الشرعية. أنا مؤسس من الناحية دي، فما توجيهكم لي؟ والله لا بأس إذا جمعت بين الحسنيين، لأن أهل الإيمان يقولون في دعائهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والكليم موسى عليه السلام يقول أيضا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وكانت أكثر دعوة يدعو بها الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا استطعت أن تجمع بين خيري الدنيا والآخرة فهو حسن. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حالي طيب ولله الحمد. نحبك في الله وبارك الله فيك. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم امين. شيخ، عندي سؤال بعد اذنك. سل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. يا شيخ، انا عندي قناه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونزلت مقطع في مثل يقول: من جد وجد ومن زرع حصد. فهذا المثل اللي جبت عليه ادله من القران، مثلا قلت من جد في الطاعه، في الاستقامه، في امر الله، وفي يعني شيء هكذا.
جبت آية من القرآن قلت من اتقى الله يجعل له مخرجا ومن اتقى الله يجعل له من أمره يسرا، في الآيات اللي في الطلاق. فقلت من زرع حصد، من زرع الصدقات فأحسن إلى أهله وإلى والديه وهكذا وإلى المحتاجين الفقراء، وجد ذلك عند حصد ذلك عند الله يوم القيامة. وجبت آية من القرآن النهاية يعني النهاية عفوا النهاية. فهل فأحد من الأخوة أنكر عليه وقال ما يصير؟ لا ما فيها مشكلة. في أمثال يعني إذا في أمثال طيبة، والرسول قال إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة، فأنت ما تكلمت إلا بكلام صحيح. من جد وجد بإذن الله، ومن زرع حصد بإذن الله. باختصار أضف كلمة بإذن الله. بإذن الله. جزاك الله خير. الله يسعدك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك كيف؟ الحمد لله بخير. لو سمحت أنا كان عندي سؤال. سلي. دلوقتي أنا بابايا كان عايزني إن أنا ألبس النقاب. عفوا كان إيه؟ بابايا كان عايزني ألبس النقاب. أبويا. أبوكي ماذا؟ ما شأنه؟ كان عايز يلبسني النقاب. عاوز إيه؟ يلبسني النقاب. أبوك يريد أن يلبسك النقاب، وماذا؟ وأنا نظري ميت، يعني نظري ضعيف جدا، وعندي ضيق تنفس. أنا مش ممانعة إن أنا ألبسه والله، بس هو بس علشان إن أنا نظري ضعيف. خلاص طيب قل لأبيك يا أبي أني نظري ضعيف وعندي ضيق تنفس. أنا فعلا صدقتي. كده، بس هو مقرر خلاص وقال إن محدش هيناقشه في الموضوع ده. فهل حضرتك فرض إن أنا ألبسه، أو هو هيقطع أو هيشيل ذنبي لو أنا ما لبستوش؟ استغفر الله وأتوب إليه. مسألة تغطية الوجه من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وأنا أختار الوجوب. أما إذا كان هناك ضرر يلحق بك فضرورات تبيح المحظورات. بس فهمي والدك. هو مش هيشيل ذنب صح يا ست؟ نعم، إذا كان عليك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. ممكن أخرج فوائد البنك صدقة أو مساعدة. جنة وعمر تخرجان على سبيل التخلص منها، على سبيل التخلص منها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى العدوي. نعم. مصطفى العدوي. أيوة مصطفى العدوي أخوه. ألو. من فضل حضرتك فضيلة الشيخ، من فضل حضرتك فضيلة الشيخ، كنت بسأل عن صحة. أظن أن النت ضعيف. على غير دين الإسلام فهو على ما حلف عليه، ولئن يعد فلن يعد. بسأل عن صحة الحديث النبوي الشريف. أيوة من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، من حلف عليه، ولئن يعد فلن يعد كما كان. الحديث من ناحية الإسناد له أسانيد يثبت بها، ولكن لا بد من توجيهه مع سائر النصوص، كقول الله تعالى إن الله لا لكن لفظة ولئن يعد لن يعد بخير، يعني إلا في الغالب تنزل على أمور أغلبية. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال شيء أغلبي، وإن كان صادقا لم يعد الإسلام فلا. نعم شيء أغلبي. الله يحفظك.